بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعي قناة عالم المهيرة، مرحب بكم وأحبابكم مليون. عودة بعد غيبة طويلة لظروف كثيرة، وأولها ظروف الحرب والحاصل في السودان. يعني بتمنى من الجميع إنه يدعو للسودان إنه ربنا يعيد فيه الأمن والأمان مرة أخرى. وبرضو ما أنسى أشكر كل من سأل عني، كتر خيركم، ربنا يديكم الصحة والعافية. الفيديو بتاع البخور ده طول، يعني كان مفترض أنزله بس حصل الظروف ما قدرت أنزله، والآن حشرح لكم كيف تعتقوا البخور بتاع العنفر. طبعا بخور العنفر تحديدا يا جماعة عايز شوية شغل ومجهود، لأنه الخشب بتاع العنفر يعني مزيت وتحسي إنه كأنه مصمد أو ما فيه مسامات كثيرة، فمحتاج مننا شوية تحتيك. حوريكم الطريقة. ما تنسوا عمل لايك للفيديو يا اخواننا، وترفعوا معاي الفيديو ده بأي طريقة، وتعملوا شير عشان القناة تبدأ تظهر تاني ليكن ولبقية المتابعين. وكتر خيركم كتير لو عملتوا كده، شاكرة ليكم. في البداية حنبدأ نعطر القزاز اللي حنخوض فيها البخور بالرشة بأي عطر إحنا بنحبه، وبعدها بنبخرها، نخليها تتملي تماما بالبخور ونقفلها. بعدها نبدأ نضع فيها الخشب بتاع العنفر، بنضع كمية وننزل فيها عطور، سواء كان عطور زيتية أو عطور رش، يعني دهن صندل، صندلية، عنفر، المتوفر عندك. وبعدها بنضع فيها طبعا المسك ونبدأ نحركها. يعني أول حاجة نعطرها نبخرها، نضع العنفر ونضع الزيوت ونبخرها ونحاول نحركها كل فترة عشان يتغلغل فيها الزيوت. نخليها حوالي أسبوع، وبعدها نبدأ نعمل باقي تفاصيل البخور. على النار حنضع كوب من السكر ونبدأ نكرمله إلى أن يصل لمرحلة لون الذهبي. بنضيف له حوالي نصف كوب أو أقل من النصف شوية عصير كركديه من غير سكر طبعا، وعليه عصرة ليمونة. ده بس عشان يديه لون، ممكن ما تضيفوا الكركديه، تضيفوا ماء عادي ومعاه ليمون، لكن الكركديه بيديه لون جميل. نضيف الفنجان بتاع المسك المطحون ونحرك الشيرة إلى أن تصل مرحلة كل لون ذهبي وكل السكر يذوب وكل المسك يذوب. كده الشيرة بتاعتنا جاهزة. حنبدأ ننزل البخور أو خشب العنفر، ننزله بالتدريج ونحرك الخليط إلى أن ننزل كل المقدار اللي عندنا ونقلب. وبعد ذاك نطفي النار، وحأبدأ أضيف الزيوت. طبعا أنا أصلا مغرقاه بالزيوت في المرحلة الأولى بتاعت التحتيك، فهنا أضفت له دهن الصندل وصندلية، برضو قليل من الضفرة والصندل إذا توفروا. إذا ما متوفرين ممكن تضيفوا من الخمر، قليل من خمرة الضفرة وقليل من خمرة الصندل، بتديه بعد تاني بجد. يعني الضفرة مهمة جدا للبخور. طبعا دي ضفرة ومعها صندل، الاتنين مطحونات. وندي البخور رشة من العطور فلير دمورة، وهي عطر ينفع معاكم أو يعجبكم. ونحرك البخور عشان نمزج المواد كلها مع بعض، وكل يعني قطعة في البخور تكون اتلبست تماما بالعطور وبالضفرة، الصندل المطحون، المسك. لا بجد يعني بخور رهيب للحد البعيد. اتمنى انكم تجربوه، صدقوني حيعجبكم جدا، وشغل يدينكم مضمون قدامكم. يعني ما عندكم اي عذر تاني تقولوا ما بنعرف الحاجة دي نعملها، الشرح واضح جدا. المهم انا ما قصرت معاكم في الشرح، فما تقصروا معاي في اللايك وعمل شير ورفع الفيديو عشان كل الناس تشوفوا. واترككم في امان الله وحفظه، وفتكم بعافية.